متابعة إشراقة نيوز. معنا السي المليحي بالغرفة ديال الصناعة. عافاك المشكل اللي واقع بين الوكالة المستقلة للماء والكهرباء مع هاد الكهربائيين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اشرف المخلوقين. لطيف المليحي، عضو مكتب غرفة الصناعة التقليدية. اليوم تنعيشوا في هذه المشكلة اللي وقعت بين الأراضي والستريسيانات اللي تنمثلوهم حنايا، انهم اليوم تيصبحوا تيوقفوهم. ما عرفناش علاش، عيطوا لي جيت اليوم للغرفه باش نشوف المشاكل. لقيت المشاكل انهم ما عطاوهم لا ورقه لا اذن لا والو، قالوا لهم وقفوا. هذا من نهار تاسست الاراضي ما هما تيدخلوا لفوسط الاراضي ما تيصايبوا معاهم الملفات، لانه الكليان تيقول مثلا بغى يدخل واحد الكونتور نتاع الضوء، تيجي تيقول ليه التريسيان تيتكلف ليه كل شيء. دروكا تسمحوا قالوا لهم لا، خاصو يجي منشي باش نشوفوه حنايا. هذا منشي تيقدر يكون مقاول، يقدر يكون عنده انسان عنده اعمال ما مساليش هو. قالوا لهم دروكا يعني بغى يتعرقل هذا الشيء. بدنا نشوفوا ما هما الاسباب. دروكا راه حطينا واحد الطلب عند السيد الرئيس نتاع الغرفه، راه غادي يدير واحد الاجتماع وغادي يشوف معاه. اسمح لي السي المليحي، راسلتوا الوكاله المستقله؟ مازال انا دروكا كممثل ديال الصناع مازال، لانه خاصو يراسلهم السيد الرئيس نتاع الغرفه، هو اللي عنده الحق باش يراسل سميتو، باش يراسل المؤسسه، باش يراسل حتى السيد الوالي باش يشوف هذا الاشكال. لان كاينين عندنا الكهربائيين كثار في مدينه مراكش، اكثر من 1000 كهربائي. تنهضروا على الجهه مراكش اسبي. حنا تنمثلوا الجهه طبعا. راه هذه غرفه الصناعه التقليديه جهه مراكش اسبي. نعم. فاحنا غادي نشوفوا هذا الاشكال، غادي نديروا اجتماع مع السيد الرئيس وغادي نخرجوا ان شاء الله بشي حلول. وشكرا للصحافه وشكرا للاخوان اللي شكرا سيد المليحي. شكرا. لانه خاصو يكون واحد الاذن من عنده، ولكن اهم حاجه اللي تنشوفها انا خاصها تكون هي انه خاصنا نكونوا اتحاد قوه. لانه دروكا الاراضي ما علاش لعبات عندنا، تلقاتنا مشتتين، كل واحد فين تيجبد. الا حاولنا يعني نتكتلوا في واحد الجمعيه او في اتحاد ولا شي حاجه، غادي نكونوا قوه. الا كل واحد تيجبد وهذا الشيء الاراضي ما اللي تتبغي، لانه حنا عادي نردوا المياه الى مجاريها، ولكن راه الا ما درتو هذا الكم راه تنشوفوا قليل. لان تنعرف ان الكريستيانات اللي كاينين في مراكش اكثر من هذا العدد، يعني ماشي نتوما اللي معنيين، يعني معني كل شيء. اهم حاجه اللي بغيت انايا، حنا غادي نحطوا الطلب وغادي نديروا واحد اللقاء مع السيد الرئيس. ديك الساعه هو بيكون ولا بيعطينا واحد الاذن، لانه انا دروكا انا جيت بواحد الطريقه حبيه، لانكم انتم اخوان ديالي وعزيزين عليا، وهذه داركم ما فيهاش شك، لان الغرفه تتحمي المظلومين، وهذا هو الاساس علاش تكونت الغرفه، انه تحل المشاكل وتشوف. ولكن راه فيها واحد الصنف انه خاصنا نتكلموا مع الرئيس، نحطوا ليه طلب رسمي باش نقولوا ليه احنا بغينا اللقاء. ولكن انا اللي بغيت منكم انه اللقاء يكون كثير شي. انتم كلكم الرسول دروكا كل واحد يقولوها، حنا غادي نقبطوا من عنده واحد الاذن ونقولوا انت خاصنا نجتمعوا. وهو غادي يكون ديك الساعه راه غادي يهضر مع السيد المدير العام تاع الاراضي، وغادي يهضر مع السيد الوالي، لان السيد الوالي هو الرئيس المباشر نتاع هادشي. غنشوفوا الاشكال فين كاين، واش فينا حنا كتريسيانات او فيهم هما، او فين بعض الناس منا حنا اللي تيديروا تعسفات اللي هما كنا درنا واحد الاجتماع انا والسي بوجمعه والسي قرنيفه، ودخلنا عند نائب المدير وقال بانه خاصكم تكتلوا وخاصكم يتعاودوا البطاقات ويتقاد هذا الشيء. ولكن تا هو تيقول نفس الكلام اللي تنقول انا، انكم راه عندكم 20 واحد تيهضر، وكاين شي واحد اللي تيهضر على راسو، وكاين اللي تيدخل لهم حتى للبيرو وتيقلب الاوراق. يعني حنا نكونوا متكتلين، بلا نبداو على الاقل مره في شهرين، مره في 3 شهور اسيدي نجتمعوا. الا ما عندكم فين تجتمعوا راه كاين الغرفه، الا ما نجتمعوا مرحبا بكم عندي انا في المحاميد. الا ما كاين كلكم اخوان عندكم فين نتلاقاو، ولكن واحد 3 شهور نتلاقاو ونقولوا المشاكل اللي عندنا. لان الا بقينا غاديين بهذه الطريقه راه غاديين في الهويه، راه بحال حقرونا. راه هذه هي كلمه حقرونا. علاش حقرونا؟ شافونا مشتتين،
ولكن كيف نعرفكم نعرفكم هذا التحرك ماشي كنقول نتوما ولكن بصيغه الجمعيات. واش حنايا هذه عقال اللي عندنا تقريبا كي تيقول لك 700 وهي كاينه 1000 تريسيان فما فوق. عاد راه ليا الناس ديال التكوين المهني اللي كنحضر انا اليوم في الامتحانات ديالهم اللي كيخرجوا تريسيانات. ملي كيخرج من التكوين المهني التاهيل ما كيخرج هو تكنيسيان. التاهيل المهني كيخرج بواحد مسكين اشنو كينوي لا ضرب ولا تيقولوا باغي يخرج تريسيان راه بيدير لاغريمون تا هو مسكين وباغي يخرج. اللي كيخرج تيتفاجئ بضربته كتقول القدام اللي ضاربين سنين تقاعد كتقول لهم لا حنا ما نهضروش معاكم نتوما بغينا نهضروا حنايا مع مولدر. مولدر فضائي هو اللي بيدوز الخدمه بيدوز كل شيء. هنا ضربتو كتقلب على الجمعيه، هنا ضربتو كتساهم التخريب ديال هذه المهنه. وحنا ما كنتصنتوش ضربتو لنا هذيك كوكاله توزيع الماء والكهرباء. انا راه هكا واللي بيقول لي شي حاجه يقولها لي في وجهي تيبيعوا الضو. اش هما شكون هما قاعدين تيبيعوا. كنجيو حنايا تندوزو الكابل تندوزو على برا كندوزو كيضربوا تيجيو تيقولوا المولدر. حنا تنسكتوا حنا كاع ما تنهضروا في هذا الشيء. تيقولوا المولدر عندك واحد 3 مليون ولا 4 مليون البرونشمون. انا اخويا 3 مليون على كاع المولدر كاع يا الله اش مسكين جاي الكابل واخا وتيجي الفيريفيكاتور اش تيقول لك؟ تيقول لك بلاتي هاد الخدمه غادي ديرها كيف قال الاخ نيت. الا جيتي للدوديات كتكون خدمه، مشيتي للمسيره كتكون خدمه، متفقين هما بعضياتهم. فما بالك انت التريسيان يجيو يحكموا عليه يفرضوا عليه دايرين عصا سحريه. حنا داك النهار مشينا عندهم قال لكم انت هذا المشكل لا حنا شوف حنا دابا تنهضروا حنا يخليونا يتفرقوا معنا. حنا اللي كيطلبوا الاخوان كلهم حنا ما بغيناش نتدخلوا امورهم، شغلهم هذوك هما اداره. كاينه اداره ديال وزاره الطاقه والمعادن هي اللي عارفه ليهم وعارفه كيتحكم فيهم. ما احنا كجمعيه الكهربائيين اللي هما نتوما فهمتوني اللي كتذوبوا على الاخرين اللي ما جاوش. حنايا ما كنبغيو حنا ما بغينا ندخلوا معاهم في الديتاي ديالهم. حنا بغيناهم غير يتفرقوا معنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.